تكلمنا قبل الفاصل عن قول الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لإطباق أقوى نحو قال والعصا. ننتقل الآن إلى البيت الذي بعده، وهو قوله رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. ما معنى هذا الكلام؟ أرجو أن تنتبهوا لأن البحث يعني دقيق قليلا، ومن الكلمات النوادر التي تمر في القرآن العظيم. من ذلك بارك الله فيكم أنه يأتينا في القرآن 4 كلمات تقريبا يأتي فيها طاء ساكنة بعدها تاء متحركة، طاء ساكنة بعدها تاء متحركة. وكنا قد تعلمنا في بحث مخارج الحروف أن الطاء والتاء من مخرج واحد. قال رحمه الله تعالى ابن الجزري يعني في مخارج الحروف: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. والطاء والدال وتا منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني من اللحم الذي أعلى من الأسنان العليا. أط أد أت، فهذه الثلاثة الأحرف من مخرج واحد. فلما تأتي طاء ساكنة بعدها تاء متحركة يعني هما حرفان متجانسان، والأول ساكن، ونحن نعلم بأن العرب تدغم الأول من المتجانسين في صور 8 ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. فهذه الكلمات خذوا مثلا قوله تعالى على لسان ابن آدم لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أو على لسان الهدهد لما قال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به. أحطت هذه فيها طاء ساكنة وبعدها تاء متحركة كما ذكرت منذ قليل. كانت العرب تدغم هذه الطاء في التاء التي بعدها، لكن ألا تلاحظون بأن الطاء أقوى من التاء؟ ألا تلاحظون بأن الطاء مطبقة مستعلية بخلاف التاء التي بعدها فهي مستفلة منفتحة؟ فالطاء القوية يصعب أن تدخل في التاء الضعيفة. يعني نحن هنا أمام حرفين متجانسين، فلو أظهرنا الطاء عند التاء لقلنا: أحطت بما، جربوها هكذا، أحطت بما، نقلقل الطاء ثم ننطق تاء ثقيلة ثقيلة، والعرب يتجنبون في كلامهم الثقل. أحطت بما لا يفعلها أحد، لا أحد يظهر الطاء عند التاء في أحطت بما، يعني أن تكون الطاء ساكنة والتاء متحركة. طيب خذوا المقابل: إن لم نظهر أندغم إدغاما كاملا؟ ونحن نعلم بأن الإدغام هو أن يتحول الحرف الأول إلى الثاني. هل أقول أحدت بما لم تحط به؟ أحدت أيضا مثل كلام الأطفال، هذا صار ما أحد يفعله، ما أحد يقول أحدت، ولا أحد يقول بسطت، لئن بسطت إلي، فلا هذا ولا ذاك. كان العرب عندما تأتي طاء ساكنة بعدها تاء متحركة يدغمون الطاء في التاء. ما معنى يدغمون؟ يعني يجعلون الحرفين يرتفعان ارتفاعة واحدة، فيطبقون ألسنتهم على طاء غير مقلقلة، لأنهم لو قلقلوها لظهرت. أحط، إذا قال المتكلم أحط فقد ظهرت الطاء. أحط، فيطبقون ألسنتهم على طاء غير مقلقلة ثم يجافون اللسان ويباعدونه عن تاء. أحط طبعا من غير سكتة، أنا أبطئ العمل حتى يظهر. أحط، هذه الطاء ساكنة غير مقلقلة، فيغيرون شكل اللسان قليلا ثم يقولون تو، وبسرعة تكون هكذا: أحطت بما، أحط أطبقت على طاء، تو فتحت على تاء، جافيت لساني عن تاء. لئن بسطت إلي يدك، بسطت فأطبقت لساني على طاء غير مقلقلة،
وجافيته عن تاء مرققة. لا أقول بسطت، لا أقول ذلك، يعني لا أنطق طاء مشددة، أعوذ بالله. هل ندغم الأول في الثاني أم الثاني في الأول؟ ولا أقول بسطت، لا يصح دخول القوي في الضعيف. فهم يدغمون الطاء في التاء إلا صفة الإطباق، هكذا عبر عنها علماؤنا بقولهم إلا صفة الإطباق. فبين الإطباق يعني انطق طاء غير مقلقلة كما ذكرت لكم. هذا الأمر نستطيع أن نراه الآن على اللوحة، وأيضا في الصور التي ستأتي هناك صورة متحركة لحقيقة ما يجري في الفم، وكيف ينتقل المتكلم من طاء ساكنة إلى تاء متحركة. أرجو أن تنتبهوا لها، لأن شكل اللسان من الخلف سيتغير، بينما جزءه الأمامي لن يفارق مخرج الطاء ومخرج التاء. أحط ثم يتغير ثم تو. لاحظوا اللوحات التالية وننظر إلى اللوحة التي نرى فيها: وبين الإطباق من أحط مع بسطت. وسنترك الكلام على والخلف بنخلقكم وقع إلى بعد قليل. نرى على اللوحة قد كتب: إدغام الطاء في التاء هو إدغام ناقص. لماذا إدغام ناقص أيها الإخوة؟ لأن الطاء لم تدخل دخولا كاملا في التاء. شرط الإدغام أن يدخل الحرف الأول في الثاني دخولا كاملا، ولو فعلنا ذلك لقلنا أحدت، وهذا لا يفعله أحد. إذن هو إدغام ناقص لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، أو لا يدخل كله في الضعيف. فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها، ويكون ذلك كيف؟ بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، ثم يجافيه عن تاء متحركة. وذلك في قوله تعالى. إذن هي هذه الكلمات الأربع التي ترونها أمامكم هي التي جاءت في القرآن. الأولى على لسان الهدهد لما قال في سورة النمل لسليمان: أحطت بما، أحطت بما. والكلمة الثانية على لسان أحد ولدي آدم في سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك، لئن بسطت، بسطت نطبق على طاء ونفتح على تاء. والثالثة على لسان أحد إخوة يوسف لما قال لإخوته: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فرطتم في. والرابعة في سورة الزمر على لسان المتحسر يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نسأل الله ألا نكون منهم وألا نكون مفرطين في جنب الله سبحانه وتعالى. إذن فرطت في، فرطت في، فنطبق على طاء ونجافي عن تاء من غير أن نقلقل الطاء. اللوحة التي تليها، نعم، نرى على الكتابة التي على يمين اللوحة: إدغام الطاء في التاء إدغاما ناقصا، يكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة. تأملوا الصورة التي عن يسار اللوحة بارك الله فيكم، ولاحظوا بأنه لما يبدأ الإدغام فإن المتكلم يطبق على طاء ثم يغير شكل لسانه من غير أن يباعد طرف اللسان عن مخرج الطاء، يغير شكله ثم يجافيه عن تاء. سأحاول أن أنطق مع الصورة: أحط، ولاحظوا بأن الصورة بطيئة فسأبطئ نطقي معها. أحط، 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 بسطت، بسطت، بسطت. هل لاحظتم كيف يتغير شكل اللسان من الخلف عند الانتقال من صوت الطاء إلى صوت التاء؟ هذا أمر. الأمر الثاني: هل لاحظتم بأن طرف اللسان لا يغادر المخرج الذي هو مخرج الطاء والتاء من مقدمة اللسان، من طرف اللسان، لا يغادره إلا على تاء، يقرع المخرج على طاء ويتجافى عنه عن تاء.
هذا هو حقيقة ما يجري عند نطق هذا الحرف. إذن هكذا نطق هذه الأحرف الأربعة. أحطت بما، أحطت بما، لئن بسطت إلي يدك، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، على ما فرطت في. هكذا نطق هذه الكلمات الأربعة. لا نقلقل، كما أعود أذكر، يعني الأمر وسط بين أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول الإظهار، فرطت، أحطت، بسطت، هذا لا يفعله أحد. الأمر الثاني، الطرف الثاني أيضا، الإدغام الكامل، أحدت، بسطت، فردتم، ما أحد يفعل هذا، كأنه كلام أطفال. هكذا نطق هذه الكلمات الأربع، وهذا هو الذي نص عليه علماؤنا، وهذا الذي تلقيناه عن أشياخنا في هذا البحث وفي هذه الكلمات القرآنية.